كنت تعرف انك ممكن تكتب كلام على وورد وتخليه يكون موقع ليك على النت بكل بساطة؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة يا شباب. النهارده عندنا حلقة جميلة جدا، والنهارده هنتكلم عن تول خطيرة جدا موجودة في مايكروسوفت وورد. والطريقة بتاعت النهارده هي ازاي تحول الكلام الدوكيمنت ده اللي مكتوب على وورد ان هو يكون موجود على ويب سايت يتعمل لوحده حرفيا وجنريتد من AI. طب ازاي بيتعمل الكلام ده؟ نبدأ النهارده في الحلقة، بس تشترك في القناة علشان نوصل للهدف بتاعنا 4000 مشترك في أقرب وقت ممكن. وبس كده، شير الفيديو مع صحابك علشان الإحصائيات بتقول تقريبا أكتر من 95% من الناس اللي في القناة مش مشتركين. تعالوا هنا مثلا نقول إيه، نفترض إن أنا دلوقتي عندي الموقع ده بيتكلم زي ما انتم شايفين، ده اسمه biography.com. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ميسي. فمثلا أنا خدت الجزء ده، خدته كوبي كنترول سي، جيت هنا عند الدوكيمنت فنعمل تاني بس مثلا كنترول في، اتعمل له بيست. طيب دلوقتي انا ممكن الكلام ده كله مثلا احوله ان هو يكون ايه على ويب سايت. ازاي؟ اجيب فايل واجي هنا ادوس ترانسفورم، هلاقيه بيحمل هنا كده، وبعدها بيقول لي اهم حاجه طبعا يكون عندك حساب متسجل على وورد، وده اصلا ما ينفعش تفتح البرنامج من غير ما يكون عندك حساب، عشان كده دي حاجه مضمونه. فتيجي تعمل هنا ترانسفورم، هدوس ترانسفورم تاني، هيفتح لك حاجه اسمها مايكروسوفت سواي. فلقيناه حط العنوان بتاعنا كانه عنوان ويب سايت، وتحت حط الكلام بتاعنا اللي احنا حطيناه. طيب دلوقتي احنا ممكن طبعا نعدل الكلام ده كله. نيجي هنا مثلا ندوس اديت، ونيجي عند الجزء اللي تحت ده مثلا عند التكست، ممكن ان انا اخليه، ممكن اجي اخليه هنا، اخليه emphasize اللي هو اخليه بولد، او اخليه accent اللي هو اخليه مايل، او ممكن مثلا احطه كبولت بوينت، او ان انا احط له كمان لينك ليه ان هو مثلا يودي على مكان معين. ممكن كمان اكبره شويه، اعمل له زوم وكل الكلام ده. فمثلا تعالوا نغير الباك جراوند من هنا. مثلا دلوقتي انا عايز صوره عن ميسي، هو طبعا بيقترح كمان شويه صور، مثلا انا اختار الصور دي واجي مثلا على الصوره دي لميسي، ماشي، وادوس اد. مش كده بس، كمان ممكن اجي عند الفوكس بوينت هنا واقول الاماكن اللي انا محتاجه تظهر في الصوره. يعني دلوقتي هي هتظهر بالشكل ده على الموبايل وعلى اللابتوبس. فانا ممكن اقول له لا، انا مش عايز طبعا الجزء ده، انا عايز وش ميسي يبان، فادوس هنا بس كده هيجيب لك وش ميسي. مثلا طب انا عايز ايه؟ عايز رجل ده تبان، حلو، فهجيبها لك بالشكل ده، وهكذا. فبس فدي حاجه جميله جدا. وكمان لو عايز تعمل ريتيت، تعمل ريتيت من هنا، نرجع نحطها تاني وش ميسي ونقفل. تعالوا بقى نشوف دلوقتي بلاي من هنا، نشغل، بقى وش ميسي موجود والصوره موجوده اهي، وهكذا. وهنا طبعا حط الكلام وخلاه كبير زي ما احنا عملنا. طب تعالوا نجرب حاجه تانية، تعالوا نعمل انسيرت لصوره. مثلا هنا pictures this device، نيجي الفايل وبعدها ترانسفورم وترانسفورم، فكمان الصوره ظهرت. ممكن كمان نعمل لها edit من هنا ونضيف صور كمان من هنا. اولا كده ممكن تعمل لها كابشن، ودي حاجه مهمه جدا، نكتب مثلا ليا، ونيجي هنا نعمل اد. ده ممكن تعمل الهيدنج اللي هو يكون كلام كبير ويكون كانه العنوان. هنا تكست، تحط تكست عادي، هنا ايمج، هنا ستاك، وممكن تعمل ابلود لاي حاجه ثانيه. طب ما تيجي نخش على الميديا اوريكم حاجه حلوه جدا، جروب، ونعمل سلايد شو. السلايد شو ده بتحط فيه مجموعه صور ويقدر الشخص يقلب منهم. تعالوا مثلا نعمل ايه، ناد ايمجز، ابلود. حطينا اكتر من صوره لميسي زي ما انتم شايفين هنا. دلوقتي حطيت خلفيه للسلايد شو ده، مش مهم قوي يعني باك جراوند، بس انا حطيتها له خلاص. نيجي جوه بقى عند السلايد شو ده، نعمل ديتيلز ونفتح هنا، هنلاقي اكتر من حاجه ممكن نحطها. طب مثلا نعمل اد مثلا الايمج كمان، نختار مثلا الصوره دي لميسي، نعمل اد. بعدها هنيجي دلوقتي عندنا صورتين في السلايد شو بس. وبالشكل ده كده يكون خلصنا. ونعمل مثلا نوقف هنا، نشيل السلكشن ونعمل بلاي، شوف شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا دي الصورة اللي حطيناها قبل كده، وده شكل السلايد شو. ممكن تحرك يمين وشمال. طب تعالى ممكن نعمل ايه تاني، ممكن نعمل حرفيا اي حاجة. طبعا لازم نلاحظ حاجة مهمة جدا، ان طبعا التشينجز او التغييرات اللي انت عملتها على الموقع هناك مش هتظهر على الجوجل دوك ده. فعشان نعمل الحركة دي هيكون ليها حلقة او موضوع لوحده. يعني لو حابين احنا نكمل في السلسلة دي، وان احنا نشرح اكتر عن مايكروسوفت سواي، وازاي ممكن تكتب حاجة على وورد وتحولها لويب سايت، وكل التريكات اللي احنا محتاجينها. شكرا جدا ليكم المشاهدة، متنسيش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامة.